مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري هاوس. لو اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايز نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده قصه حياه فنان في دقيقه. فنانتنا النهارده من نوع مختلف، فاطمه رشدي. ولدت في 15 فبراير 1908 وتوفت في 23 يناير 1996 عن عمر يناهز 87 عام. اتولدت في اسكندرية وليها أختين، إنصاف ورتيبة، وهي كانت الأصغر ما بينهم. بدأت حياتها لما الفنان أمين عطلة أسند ليها دور في أحد مسرحياته، اللي بعد كده تبقى من أهم الممثلين عنده، واتنقلت من فرقته لفرقة عبد الرحمن رشدي ثم سيد درويش ثم عزيز عيد ويوسف وهبي. وتزوجت الفنان عزيز عيد. هي كانت ممثلة وكاتبة ومخرجة مصرية، وكانت أول ست تخرج فيلم مصري. في بداية حياتها ما كانتش لا تجيد القراءة ولا الكتابة، واللي علمها القراءة والكتابة زوجها عزيز عيد. اتجهت فاطمة رشدي للسينما زي فيلم الصحراء، القناع الأزرق، نسر الصغير، والحرية. ثم بعد ذلك انفصلت عن جوزها وكونت فرقتها المسرحية الخاصة التي صارت من أكثر الفرق المسرحية شهرة. من أهم الأفلام اللي عملتها الطائشة، فجع فوق الهرم، عواصف والهارب، وغرام الشيوخ، زي عود الكبريت، بين القصرين، النسر الصغير، زقاق المدق، الجسد، دعوني أعيش، غرام الشيوخ. شاركت الفنانة مع يحيى شاهين 4 أفلام، وحصلت على واحدة من أول جوائز المقدمة للعاملين بصناعة السينما عن فيلم الزواج اللي مثلته مع محمود المليجي. من أهم الحاجات المعروفة عنها إن هي كتبت مذكراتها ونشرتها سنة 1970. من أهم الأفلام اللي عملتها فيلم العزيمة، وده كان ليه قصة حلوة جدا. خدت أجر 160 جنيه، والأجر ده في الوقت ده كان ممكن يشتري عمارة، فكانت من أهم الفنانين في وقتها. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده. وقبل ما نقفل الفيديو هنقول حاجة بسيطة. فاطمة رشدي اللي عاشت في قصور وعمارات أنهت حياتها في أوضة صغيرة، وده يدل على حاجة، إن المال ما بيقعدش. ففكر كتير قبل ما تكون بتعمل حاجة، يمكن الرسالة دي لحد يعلم هو مين. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، وربنا يرحمنا من الأيام اللي احنا فيها، والله يرحمنا ويرحم الجميع. وانتظرونا في قصص جديدة من قصة حياة فنان في دقيقة، لأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة. وما تنساش تعمل اشتراك، صدقني مش هتخسر حاجة. ساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. وسلام عليكم.